الدنيا الطويلة العريضة اللي حوالينا دي كلها احنا مش عايشينها لوحدنا. فطبيعي جدا ان احنا كلنا بنتعامل مع ناس. اما بقى ان انا بتعامل مع شخص انا بعزه قوي وبفرح جدا لما بتعامل معاه، واما بقى ان انا مضطر ان انا اتعامل معاه. ممكن يكون مثلا علشان يعني مش بياخد ويدي معايا، او مثلا بحس دايما اقول ان هو مش شبهي. طبيعي جدا ان احنا مش كلنا هنبقى شبه بعض، لان تميزنا بيكون في اختلافنا. ايه رأيكم نفصل بين الشخص وبين تصرفاته؟ يعني مثلا لو الشخص اللي انت مضطر ان حضرتك تتعامل معاه، هنفترض ان هو انسان كويس وفعلا يستحق الاحترام والتقدير، بس يعني تصرفاته او اسلوبه ساعات كده بتضايقني. لما يجي يتعامل معايا قول له ان انا متضايق من تصرفك، مش متضايق منك. طريقتك هي اللي مضايقاني لكن مش متضايق منك. وهو ده اللي يا سلام لو احنا كلنا اتعاملنا فيه مع اولادنا، ان احنا نفصل بين التصرف وبين الطفل. يعني مثلا لو انا عاقبت الطفل، عاقبت ايه؟ لا، لو انا مثلا ما ينفعش ان انا اقول عاقبت، لو انا حبيت ان انا اخد موقف معين من طفلي عشان اتصرف تصرف معين او ضايقني في حاجه او عمل حاجه ما ينفعش ان هو يعملها، اقول له ان انا زعلان من تصرفك او من سلوكك ده، لكن انا ما اقدرش ازعل منك انت عشان انت حبيبي. يلا بينا نفصل بين الشخص وبين تصرفاته، هنستريح جدا. غير حياتك وخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي، اخصائية تخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهارات.